لو انت يوتيوبر او حابب تدخل في مجال اليوتيوب ماركتينج، فتعالى اقول لك على اهم التابس والتراكس اللي محتاج تراعيها وانت بترفع الفيديو بتاعك على اليوتيوب. رقم واحد، والفيديو لسه عندك على الديسكتوب، انت محتاج تعمل له رينيم. غير اسم الفيديو بالكلمات البحثية اللي العميل ممكن يعمل سيرش بيها على الفيديو بتاعك جوه يوتيوب. واحد. اتنين، انت محتاج تكتب تايتل اتراكتيف تجذب بيه العميل ان هو يدخل يتفرج على الفيديو بتاعك. ايه التايتل فيديو؟ محتاج تكتب تايتل كبير مليان كلمات بحثية سيرشبل الناس بتعمل سيرش عليها. اتنين. رقم 3، الديسكريبشن. محتاج تراعي الكلمات البحثية وانت بتكتبها في الديسكريبشن، علشان برضو الكلمات البحثية وهي مكتوبة في الديسكريبشن سيرشبل بشكل كبير. 3، الديسكريبشن. محتاج تراعي لونج ديسكريبشن تشرح فيه تفاصيل الكونتنت اللي انت بتقدمه جوه الفيديو بتاعك مع مراعاة الكلمات البحثية اللي العميل هيعمل سيرش بيها عليك. 3. 4، ترفع لي للفيديو بتاعك ثامبنيل او صورة مصغرة، كفر للفيديو او بوستر للفيديو اتراكتيف يجذب العميل وهو داخل يتفرج على الفيديو بتاعك. 5، التاجز، وهي عبارة عن بوكس يوتيوب موفرهولك تقدر تحط فيه كل الكلمات البحثية اللي العميل ممكن يعمل سيرش بيها عنك. وبيني وبينك كده عندك أداة اسمها رابت تاجز تقدر تطلع بيها كل التاجز الخاصة بمجالك جوه يوتيوب. 6، الكاتيجوري، المجال اللي الفيديو بتاعك هينزل جواه. حاول تختار المجال المناسب او الكاتيجوري المناسب للفيديو بتاعك عشان العميل لما يتفرج على فيديو ريليتد بالمجال ده الفيديو بتاعك يظهر له. مهم جدا رقم 7 ان انت ترفع لي كابشن او سبتايتل. حاول تكتب في الفيديو بتاعك اي ديسكريبشن او اي كابشن يأتراكت العميل ويفهم انت بتتكلم على ايه في الفيديو بتاعك. 8، الاند سكرين. بعد ما العميل بيدخل في اخر 20 ثانية من الفيديو بتاعك بيظهر له حاجة اسمها related content او فيديوهات انت بتقترح عليه ان هو يدخل يتفرج عليها. دي حاجة اسمها end screen، مهمة قوي ان انت تراعيها. رقم 9، حاجة مهمة برضو اسمها cards، البطاقات. وانت بتتفرج على اي فيديو داخل يوتيوب في حاجة اسمها اي او cards، ده في ثانية معينة بيظهر لك suggestions او بيظهر لك بوب اب بيقترح عليك صاحب الفيديو ان انت تدخل تتفرج على الفيديو ده، ودي حاجة مهمة انت محتاج تراعيها. رقم 10، انك تشير الفيديو بتاعك في منصات السوشيال ميديا بتاعتك. حاول بعد ما ترفع الكونتنت اللي انت رفعته على اليوتيوب تعمل له شير من يوتيوب تو فيسبوك، عشان لو العملاء بتوعك اخدوا اكشن عليه داخل فيسبوك يسمع في الرانكينج بتاعه على يوتيوب. يبقى دي من اهم التابس والتراكس اللي انت محتاج تراعيها وانت بترفع فيديو اصلا على يوتيوب. واوعى تنسى، انا مصطفى خلف ودي سلسلة فيديوهات ماركتينج في ال50.